اسمع بقى، انت صديقي وصديق عمري، ولازم تقف معايا في المصيبة اللي انا فيها دي. ايوه، اقف معاك في ايه؟ انا اختي عملت كارثة ومفيش غيرك اللي ممكن يلحقها. ارجوك اقف جنبي، ارجوك. قصة النهاردة فيها ابعاد كتيرة قوي وصعبة جدا، وصاحب مشكلتنا عاوز حل عاجل وسريع. قبل ما اقول اي حاجة نصلي على النبي كلنا في الكومنتات. صاحب مشكلتنا بيقول صديق عمري عاوز اقف جنبه في حاجة ما تنفعش خالص. ايه هي الحاجة اللي ما تنفعش؟ نحكي القصة كده ونقول ان صديق العمر دوت له اخت. بيقول ان هو ابن ناس جدا ومحترم قوي، وابوهم وناس طيبين. بنتين اخوات، واحدة اتجوزت واحدة لسه في الجامعة. يعني ايه؟ يعني اللي في الجامعة دي كالعادة يا سادة، وشيء مش هيتغير، حبت واحد عن طريق الفيسبوك. والحب عن طريق الفيس دوت بيبقى فيه بلاوي كتيرة جدا. كلمة، في ابتسامة، في غمزة، في خروجة، في فسحة، في لقاء، في مكان بقى علشان محدش يشوفنا. وطبعا حب الفيس بقت البنت بقت بتسيب كليتها وتهمل دراستها وتروح تقابل الحبيب اللي كل معرفتها بيه ان هو شغال في كافيه، وان هو معاه شهادة عالية، بس مستني يعني ان هو يجيله سفرية وكده وهيتقدم لها على طول. طب فين الكافيه ده؟ الكافيه دوت في الحتة الفلانية. طب فين؟ في شرم. بيسافر له يعني كل فترة كده. وانا دلوقتي جاي اجازة وانتي وحشاني، وانتي وحب وغرام وانتقام. والدنيا كانت مولعة خالص. المهم البنت اللي هي اخت صاحبي عرفت الراجل دوت وتقابله في شقة. ولما تقابله في شقة حصل ما بينهم تجاوزات، والتجاوزات دي أدت لحمل. طبعا بعد كده هي ما كانتش تعرف انها حامل، وما كانتش تعرف اي حاجة. هي عاشت حياتها طبيعي جدا، تهرب من كليتها وتروح تقابله في الشقة بتاعته. ايا كان بقى الشقة دي فين، هو كان بيتنقل من شقق مختلفة. يعني كانت بتسأله دي شقتك؟ لا مش شقتي. طب دي شقة اختك؟ لا. ابوك؟ امك؟ لا دي شقة واحد صاحبي. المهم بعد كام شهر اكتشفت انها حامل. فمن الطبيعي ان هي تتصل عليه، ايوه يا فلان الحقني انا حامل، انا حامل. الرد الطبيعي المفروض يحصل ايه؟ لا 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 استني انا جايلك. المفروض بقى عشان خاطر العيل اللي في بطني، وانا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. لكن اتصدمت اخت صاحبه من الرد اللي بيقول لها امك في العشه ولا طارت؟ ولا اعرفك يا حبيبتي. قالوا ايوه، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اعرفك ازاي؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني، وانا كنت قلت لك ان انا فرطت لك في شرفي. بقول لك ايه، انت مالكيش امان، انت واللي زيك. وما اعرفش ايه اللي هو قاله ده، وشال وحط العك عليها كلها. طبعا هي ما بقتش مدركة العملة اللي هي عملتها في نفسها، وقفل في وشها التليفون. تتصل عليه، قفل تليفونه. وارد جدا ان هو يغير شريحته. لفت في الشقة اللي هو كان بيروحها شقة شقة يوديها فيها. اتضح ان هو كان بيدور على شقة مفروشة، ساعة كده ولا حاجة كان بيأجرها لها. واخد بالك انت؟ ويدي بقى للبواب قرشين ويقول للبواب ان هو جايب المدام بتاعته، اللي هو يعني حضرتك تتفرجي على الشقة. يقعدوا ساعة كده ولا حاجة وننزل. المهم ان هي معرفتلوش مكان، ولا تعرف له اي حتة، ولا حتى تعرف اسمه بالكامل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي قعدت في البيت وابتدى حالتها تتغير. وكل اللي في البيت لاحظوا مالك، في ايه في ايه؟ مفيش. لا مفيش. طب حابسة نفسك ليه؟ لا مجهود، لا امتحانات. طب عاملة في نفسك ايه؟ ابتدت ترجع، وابتدى يظهر بقى اعراض الحمل عليها، وابتدت تقع وتدوخ. داخت وقعت واخدوها للدكتور، مامتها واختها. وطبعا لما فاقت قال ان هي، قالت ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ وديتوني للدكتور؟ لا احنا ما ودناكيش، احنا جبنا لك الدكتور خلاص. ومين بقى ابو العيل اللي في بطنك ده؟ ابني مين؟ ابني مين؟ انا فقت وما كناش عارفه اعمل اي حاجه، وهم كمان ما كانوش عارفين يشيلوني ولا يحطوني ولا يعملوا فيا ايه. جبنا الدكتور وعرفنا ان انتي حامل. العيل ده ابن مين؟ طبعا الصدمة كانت كبيرة جدا للأب، الراجل الكبير والأم والست الكبيرة، والأخ اللي هو فضل يضرب فيها ويكسر فيها ويحاولوا ان هم ينزلوا الجنين، لكن للأسف ما كانش هينزل خلاص، وصعب ينزل. خلاص عدى وكبر ودبت فيه الروح، صعب ينزل وما عادش ينفع. فبيقول لقيت صاحبي بيكلمني بيقول لي انا عاوزك في امر مهم. صديق عمره. ايه هو الامر؟ ان انا عاوزك تتجوز اختي 3 شهور بس. اه انا عاوزك تتجوزها 3 شهور بس. طب هو ازاي؟ هو في كده؟ انا في مصيبة ولازم تتجوز اختي، وبعد ال3 شهور طلقها عادي، بس انت لازم تقف جنبي وتتجوز اختي مدة 3 شهور. طبعا بيقول انا اتصدمت، انا مش فاهم يعني ايه اتجوز اختك عادي كده؟ لو انت عاوز تناسبني اجيب اهلي ونتقدم،
بس طبعا هيقولوا لا، انت ازاي تجوزني اختك في السر؟ المهم حكالي كل حاجة اللي انا حكيتها لكم ده، وان انا لازم استر على اخته واتجوزها في 3 شهور لان ابوه بيموت حرفيا، ومش عارفين يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي في الجنين ده. طب هيعملوا ايه في اخته اللي ضاعت وضاع مستقبلها وفضحتهم قدام الناس؟ فبقى بيطلب مني كده. انا رديت عليه وقلت له مش هينفع، اهلي هيبهدلوني، اهلي هيقولوا لي ازاي وليه واتجوزت ليه وازاي ما عرفتناش، وانا خايف ومكسوف ومش عارفه اقول ايه لصاحبي. هي دي قصه النهارده اللي صاحب مشكلتنا فيها مش واخد باله من حاجات كتير قوي. اول حاجه ان هي حامل، وما ينفعش تكتب كتابها وهي حامل، ويا ريت بقى تحمل، يا ريت بقى انها حامل منه، دي حامل من شخص تاني، يعني مش بكر الرشيد. طب هنيجي بقى ندور في قسيمه الجواز، هنقول البكر الرشيد ولا هنقول المضحوك عليها ولا ايه بالظبط؟ دي نقطه. النقطه التانية بقى والمهمه جدا، العيل اللي في بطنها ده هيبقى ايه؟ هيقول لأ مش ابني؟ طب ما انت كتبت الكتاب وهتطلقها بعد 3 شهور، بموجب قسيمة الجواز دي طبعا حملت في ال3 شهور دول، يبقى العيل ده ابنك. هتنسب هتنسب طفل مش ابنك؟ صاحبك اللي هو المفروض صاحبك دوت وعشرة عمرك ما حاولش يقولك اصلا ان احنا ننسب العيل ليك. الجواز اصلا علشان الولد دوت يلاقي اسم يتكتب عليه، فساعتك هتبقى ابوه فعلا. لما تيجي بقى تعترض وتتجوز وتعيش حياتك يبقى عندك أولاد وهتقول العيل ده مش ابني، هندخل بقى في قضايا نسب، وهندخل في تحليل دي ان ايه، وفضيحة البنت هتبقى فضيحتين، هتبقى مصيبة سودا. يعني هنحكي بقى للي رايح واللي جاي، لا ده انا اتجوزتها علشان استر عليها، اصلها غلطت مع واحد تاني والتاني دوت مش عارف سابها. ودي فضيحة بكل المقاييس. طبعا الستر جميل وحلو بس ما ينفعش، انت كده هتفضحها وتفضح نفسك وهتنسب طفل مش ابنك. لو انت راضي على كده تعمل كده، اتكل على الله. لو ما انتش راضي يبقى اكيد ما فيش حل غير واحد، غير حل واحد بس. لو انت عاوز تخدم صاحبك فيه، بكل تأكيد البنت دي صورت صورة، صورت اي حاجة مع الشاب ده، بتاخدوا الصورة دي وتعملوا اعلان، وبتاخدوها بتعملوا اعلان في الجرايد انكم عاوزين تعرفوا مين الشاب دوت واي معلومات عنده، وتحاول تجيبه ويستر على البنت دي. اما بخصوص الحمل والناس ممكن تتدارى وممكن تتحبس في البيت وما تطلعش، ممكن تداروا الموضوع ده خالص لحد ما تلاقوا ابو الطفل الحقيقي اللي هيستر عليها ويتجوزها. غير كده ما ينفعش، لان انت بتقول اهلك شداد جدا والدنيا معاك صعبة جدا. طب العيل بقى هنعمل فيه ايه؟ ده مجرد كان بكتاب، بس العيل ده هيبقى ابنه هو، بالورقة، ب3 شهور جواز. انت هتطلقها بس الولد هيتنسب ليا، الا بقى لو رفعت قضية. بص يعني الموضوع كله غلط في غلط. يا جماعة هي دي قصة النهاردة. يا ريت اللي بيأيد كلامي يتفضل ويقول في الكومنتات للأستاذ صاحب المشكلة يعمل ايه ويتصرف ازاي. انا شايفة الحل اللي انت قلته ده، وشايفة ان ما ينفعش ان هو يتجوز اصلا البنت دي، وان اهله المفروض ما يقبلوش بحاجة زي دي اصلا. ولو هما قابلين وهيروحوا يتجوزوها ويكتبوها، قابل ازاي ان الولد اللي في بطنها ده يبقى انا ابوه وتكتبه على اسمي؟ اتكل على الله. لو انت هتعملها خدمة في صاحبك يبقى ما تنفعش الخدمة دي، لان الخدمة دي هتضرك انت فيما بعد. فيا جماعة لو سمحتم قولوا له يعمل ايه ويتصرف ازاي، واكتبوا له في الكومنتات الحل، وان شاء الله الحل يكون موجود عندكم ويقتنع. وشكرا ليكم، وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات. انتظروني تاني في قصص وحكايات.